إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. نبدأ بسم الله كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. انا القناة اتفعلت الحمد لله واتراجعت كمان، وطبعا كل اللي عنده قناة او اي حاجة على اليوتيوب هو عارف يعني ايه ان قناة تتفعل وتتراجع. فالحمد لله ده من فضل ربنا عليا وثم انتم. كل حد دخل وعلق بتعليق حلو، بجد بجد يعني التعليقات يا جماعة ما تستهونوش بكلمة حلوة بتقولوها. هو بيرجع لك انت الاول قبل ما بيجي للي قدامك، لان فعلا انت اللي بتحس نفسيا. انا الحمد لله انا متزن نفسيا ان انا بقول كلمة حلوة للي قدامي. تمام. فعشان بس كان في تعليق او تعليقين انا مش هذكرهم لان هم لا يذكروا اصلا، يعني مش هنسيب الحلو كله ونمسك في تعليق او تعليقين ما وحشين، لا احنا هنخلينا في الحلو بقى. تمام. المهم بقى مش هنرغي كتير، عايزه اقول لكم بس ان هو شكرا جدا جدا لكل حد عمل لايك او عمل كومنت حلو اسعدني بيه يعني، او طلع الحته الحلوه اللي جواه كده بيفرح اللي قدامه. ربنا يخليكم ليا يا رب ويبارك لكم ويفرحكم كمان بالفرحه اللي انا زي ما فرحت. المهم نخش على الفيديو كده، بس قبل ما ندخل بقى ما تنسيش لايك حلو منك وكومنت اعرف بيه رايك في فيديو النهارده. ده كده الفيش الصعيدي، او احنا عندنا بنقول عليه فصوص. يعني لو في حد بقى من اهل الصعيد كده يقولوا لنا بيقولوا عليه ايه. احنا بنقول عليه فصوص. حماتي ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لينا. كانت جايبه لي فصوص، انا هقول فصوص مش فايش معلش. فحبينا نفطر بيه كده بلبن بقى، وعايزه اقول لكم يعني احلى روقان على الصبح كده. فطار خفيف ولذيذ عشان ننجز اليوم كده ونشوف ورانا ايه. يلا بينا يلا بينا اتفضلوا معانا. يعني باحاول ان انا اجيب الصينيه يمين وشمال عشان الاضاءه اللي ضاربه في الكاميرا دي ما فيش فايده برضو، بس ما علينا يعني. انا حاولت على قد ما قدرت اهو. كده خلاص زي ما شفتوا بقى في اول الفيديو، انا كنت الحمد لله صحيت بدري، فتحت الشبابيك كده وهويت وصليت الحمد لله، ودخلت بقى نبتدي في اول حاجه. يعني فطرنا الحمد لله، نخش بقى على الترويق. روقت السرير كده، انا روقت يعتبر الشقه كلها. ظبطت السراير ولميت حاجه واقعه على الارض، لعب الولاد الحاجات دي. وبعد كده دخلت على الاكل، يعني ما صورتش كتير. ايه رايكم في شكل الملايات دي؟ كانت عاجباني ولذيذه قوي. قولوا لي رايكم في الكومنتات كده، يعني حلوه ولا مش قوي؟ كمان كان في من باقي العشاء بالليل شويه مواعين في الحوض زي ما انتم شايفين كده. كنت بقى مفضيه الاكل بتاع قبليها بيوم، الحاجه الاطباق اللي ملهاش لازمه في التلاجة والحاجات الزياده وكده. فطبعا عملت شويه مواعين محترمين، فقلت هقوم بقى عليهم الصبح كده الواحد يقوم عليهم على طول. معايا سلك كمان كنت لسه جايباه، فحبيت ان انا اقطعه، يعني حته ان انا باخد حته حته كل شويه دي، فقلت لا انا هقطعهم وانا واقفه كده بحيث ان انا اسهل على نفسي يعني بعد كده لما اخد شويه. تمام. نغسل بقى المواعين. انا كده كنت بقطع عليه على الكيس عشان ما الفروته اللي بتنزل دي، لان طبعا انا في اغلبيه ال الاطباق الحلل يعني ألمونيا، فبحب قوي اللي معاها السلكه الناعمه دي. كمان الحنفيه الدش دي تحفه على فكره، يعني لو ما عندكيش لا هاتيها، حلوه قوي، هتسهل عليكي كتير قوي. انا حبيت ان انا افضي الاطباق الاول، فما عملتش حاجه غير ان انا بس فضيت الاطباق والم، يعني احطهم جوه بعض كده عشان اعرف انا هبتدي بايه الاول، وبعد كده ابتدي بيهم واحده واحده. بالنسبه للكومنتات اللي طبعا الفيديو اللي فات كنت عايزه بما ان بنغسل المواعين كده فنحكي مع بعض شويه في الكومنتات اللي فاتت، او راي الناس او راي اللي اتفرجوا على الفيديوهات ايه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه كانت اللي هي اصغر شقه على اليوتيوب كانت 38 متر. لو ما شفتيش الفيديو، هو الفيديو في يعني من فيديوهين 3 فاتوا. تمام. او هحطه لكم في اول تعليق مثبت، اللي ما شافش الفيديو يقدر يعرف انا بتكلم على ايه بالظبط. المهم ان ناس تعليقات كتير قوي 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 بتتكلم على ان
طبعا دوت اللي هيشوف الفيديو او اللي شافه. تمام. ان البوتاجاز جنب التلاجة في المطبخ. تمام. البوتاجاز جنب التلاجة لان المساحة صغيرة والمساحة ما فيهاش، هي جابت كده. فالمهندس هو كان عاملها بالطريقة دي والتصميم دوت، وكان عامل في حسابه ان هي طبعا مش هينفع الاتنين جنب بعض، فعامل عازل حراري ما بينهم. تمام. فان هو مثلا ان الاتنين ما ينفعوش جنب بعض. هما فعلا ما ينفعوش جنب بعض لان هو غلط على التلاجة جدا. بس كمان هو كمهندس الحاجات دي هي شغله. فعملها بطريقة اللي هي ما تضرش التلاجة. تمام. كمان تقفيلة الغاز فوق التلاجة، هي مش ضررها اي حاجة لان هي بتتفتح وتتقفل وممكن تتشال اصلا عادي جدا، فمش هتضر في اي حاجة. تمام. كان ايه تعليقات تاني؟ الدولاب معمول ان الدولاب من فوق، يعني هو عامل مفروض الدولاب من تحت ومن فوق السرير، وطبعا السرير بتطلع له بسلالم. ازاي ومش عملي ومش هيبقى حلو، وبعد كده الشقة صغيرة اللي هيطلع بقى السرير من فوق. يا جماعة هو المساحة ما جابتش اكتر من كده، مساحة قليلة جدا، وهو قدر يستغلها على قد ما يقدر. لان كمان ال السرير فوق الدولاب ما كانش ينفع. كان في ناس او في تعليق بيقول، او اكتر من تعليق كمان، ان هو كان ممكن يعمل السرير من تحت والدولاب فوقيه. طبعا ما كانش هينفع لان هي عايزه رف، عايزه مرايه، وعايزه طبعا شماعه تعلق فيها، فما فيش، المساحه مش جايبه كل ده. وكمان هو محطوط فيه مكتب وبنكت تقعد عليه، فكذا حاجه محطوطه في المكان. فكان يعني الصح هو اللي عمله بصراحه يعني. فان هو مثلا يبقى فيه بديل تاني، لا، هو كان الافضل للمكان هو ده. تمام. تمام. كمان من ضمن التعليقات اللي اتقالت ان الشقة ما تستاهلش ده كله. المبلغ اكيد اتحط فيها مبلغ كتير. المبلغ اللي اتحط فيها او اللي هو ذكره كان 250,000 جنيه. الحاجات التجديدات والحاجات اللي اتجابت واتعملت والتغييرات كلها دي تقريبا هي كان المبلغ ده. تمام. كل ده اتعمل. المساحة صغيرة. ممكن تقول يشتري بيها شقة برا احسن من كده ويزود عليها يعني شوية. اولا في اماكن بتبقى غالية جدا، المنطقة غالية جدا ان هم يشتروا فيها. والشقة ممكن تكون عندي وانا مش عايزة افرط فيها لان مش هعرف اشتري زيها واوضبها بنفس التوضيبات. فانا بدل ما اشتري برا في نفس المنطقة ويبقى اخد نفس الفلوس دي، لا، انا بتاعتي يعني انا مش هغرم فيها حاجة. وفي نفس الوقت يعني ايه اللي هو انا ما خسرتش حاجه. انا المبلغ اللي كنت هحطه في شقه تانية ومش هيكفي لان في مناطق غاليه جدا في الاسعار بتاعتها، انا حطيته في الشقه المتاحه ليا اللي هي معايا وما كلفتنيش حاجه. وفي نفس الوقت وضبط توضيب عالي ووضبط توضيب يريحني ويبقى مريح ليا. طيب هي بكره وبعده ما تنفعش الاسره والاطفال وكده، دي كانت من ضمن التعليقات. لا يا جماعه، هي معموله لجدة، ويعني جدة دكتورة. الدكتورة هي لسه في بداية حياتها ولسه بتدرس وكده، فجدتها حبت ان هي تعمل لها المكان وتوضب لها الشقة عشان ربنا يكرمها يعني وتبقى دكتورة ولسه ايه قدامها يعني ايه، يعني ممكن تغير المكان اصلا. تمام. فده مش الاساسي ان هي دي معمولة الاسرة والحياة ولسه يعني هيجيبوا اطفال وكده. لا، هي معموله لطالبه دكتوره عايزه تقعد في مكان شكله حلو، وفي نفس الوقت ايه، لو في المنطقه اللي هم فيها الاسعار غاليه مش هيبقى متاح ان هي تجيب حاجه تانية. تمام. دي كانت اغلبيه التعليقات، اللي هو ليه حرام الفلوس دي تدفع في مكان تاني احسن. لا، مش هي التلاجة والبوتاجاز ما ينفعوش جنب بعض. دي كانت اغلبيه التعليقات. تمام. بما ان خلصنا المواعين كده والرغي طول مننا بقى في الفيديو اللي فات، اتمنى ان انتوا تشوفوه. لو عجبكم بقى تقولوا لي ايه رايكم فيه، وتقولوا دعوه حلوه لاصحاب البيت. يعني اتمنى لو انتوا شفتوا الفيديو. تمام. تمام. المهم يعني واحنا بنحكي عن التعليقات في الفيديو اللي فات، شفتوا الشعر اللي انا بقوله؟
ما علينا يا جماعه. المهم ايه بقى، انا وبنضف السمك كده حطيت دقيق وليمون بعد طبعا ما نضفته، يعني الحمد لله هو كان متنضف، الراجل اللي بجيب منه ما شاء الله عليه يعني ربنا يبارك له، منضفه كويس، فحطيته في دقيق وليمون، اي دقيق مثلا بواقي من تتبيله او حاجه وليمون، بصراحة يعني بيضيع أي ريحة أو زفارة أو الدم اللي هو بيبقى باقي في السمك. المهم وقطعته كده، بعد كده نضفته رجعت شطفته تاني وقطعت كده ايه، شرحت الظهر والقلب بتاعه شريحتين كده بالسكينة، تمام، عشان التتبيله تخش تبقى جوه وبره، تمام، ما احسش ان اللحم مش ما خدش من التتبيله. التتبيله بقى عباره عن ايه، دي الخلطه المنجزه بتاعتي الحمد لله، يعني اللي هي لو في اي وقت تتبيله بتنجان سمك اي حاجه هي ماشيه الدنيا، فلفل اخضر فلفل الوان وتوم طبعا وبس، محطتش اي كزبره، والكزبره الناشفه والملح والكمون والليمون والخل والحاجات دي بحطها في وقتها، تمام. هي باخليها خلطة جاهزة كده وباحط عليها الملح والليمون والخل والكمون وكزبرة ناشفة، ال5 حاجات دول طبعًا في وقتها، وزي ما شفتوا حطيت الخلطة على طول. كمان هنا معايا زي ما شفتوا سمك مكاريل، فحطيت عملت خلطة كده من البصل زي سلطة، بصل بقى على طماطم على فلفل أخضر وخضرة شبت وكزبرة وبقدونس، أنا يمكن الكمية كتيرة شوية على سمكية واحدة بس، إحنا بنحب ناكل التتبيلة دي جنب السمك، فيعتبر كده بناكلها بالعيش جنبها، مش رز خالص، الرز هاعمله للسمك البلطي، تمام. حطيت برضو خل وملح وكمون وفي ليمون وكزبرة ناشفة، تمام، دي برضو على الخلطة. ممكن برضو تتاخد تبقى يعني طبق جانبي كده، من غير ما يستوي، يعني تبقى سلطة جانبية جنب السمك، تمام. بس احنا عشان بنحبها لما تستوي مع طعم السمك بتبقى جميلة قوي. بس كده انا كنت غطيتها بقى كلها زي ما انتم شايفين، هي مش موجوده السمكه مش باينه اصلا. كمان حطيت عليها ميه، نسيت اقول لكم ان هي بيتحط عليها يعني شويه ميه كده تغطيها السلطه، وبعد كده كل ده بيتحط على السمك واسيبها على النار كده اغطيها شويه، وبعد كده هنحطها في الفرن، بحطها على النار تغلي شويه، وهوريكم ازاي دلوقتي. بعد كده هحطها في الفرن، بصوا اهي كده المية بتاعتها بتغلي، والسمكة تقريبا يعني بتاخد سوا شوية على النار من فوق، وبعد كده هندخلها الفرن مع بعض وهوريكم. ده طبعا مش مية السلطة، ده هي من شوية مية عاديين من الحنفية، تقريبا كوباية مية على الكمية اللي عملتها دي. ده كمان البصل بتاع الرز هعمله كده انا واقفه، بصوا انا كده سبت الصينيه تغلي شويه، وهحطها في الفرن على الرف الوسطاني، وخلاص كده انساها شويه، يعني تقريبا مش هتاخد ربع تلت ساعه، خلاص مش هتطول عن كده بقى. بشوف اللحم السمك بشوكة استوت كان بيها، بقفل عليها وخلاص بتبقى جاهزة. ما استوتش لا بسيبها شوية، تمام تمام. كمان هنا البصلة بحب احرقها شوية حلوين كده، عشان ايه، بعد كده احط عليها المية تغلي وتنزل بقى كل اللون البني بتاع البصل ده، فيديني بقى لون حلو للرز. حطيت طبعا ملح ساده، ما بحطش ولا كمون ولا فلفل معاه، فلفل اسود يعني، وبس كده خلصت الاكله بسيطه الحمد لله. كمان السلطه هنا زي ما قلت لكم انا ما خدتش من السلطه اللي عملتها دي، فحبيت اعمل سلطه على جنب، يعني حبيت انوع لهم في الوجبه جنب بعضها كده، تبقى كذا حاجه جنب بعض. كمان عملت ملوخيه ناشفه، بس بصراحه ما صورتهاش، يعني قلت عملتها كذا مره فمش لازم، بس حطيت ليمون كمان على السلطة كده وشوية ملح وفلفل، شكرا كده كانت طلعت معايا بقى، بصوا ما شاء الله يعني جميلة كانت صراحة. الدقيق بقى هحط دقيق وهحط ملح وفلفل اسود، عشان احس ان السمك من بره كمان متبل، مش يعني بدي تطعيمة كده للدقيق، تمام. بس هحمره بقى كده. عايزه اقول لكم بقى ان انا كده تبلت الدقيق، تمام تمام. انا كنت مستنيه رساله بتاعت ان القناه رجعت، كل يوم بقى اخش ابص على التليفون، يا ترى اترجعت يا ترى لسه، يا ترى خلصت ولا ما خلصتش. المهم في اللحظه دي السمك اتحرق مني ليه. بصوا زي ما بقول لكم، هو كنت مستنيه القناه تتراجع، تمام، اتقبلت الحمد لله كله تمام، مستنيه تتراجع. المهم في اللحظه دي ببص في التليفون عادي، ابص الاقي القناه
اتوافقت عليها واترجعت الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فطبعا السمك نسيته شويه، فزي ما شفتوه حروق شويه، بس المهم الوش التاني انا ما اتهاونتش فيه يعني. كانت لحظه حلوه، ربنا يفرح قلبكم يا رب. حسيت يعني ايه كلمه ان انت تبقى مستني حاجه وتيجي وتفرح بيها من قلبك وتشكر ربنا من عليها من قلبك. المهم خدت بالي من باقي السمك لان الحمد لله كانت حماتي عندي، فكنت هتفضح فضيحه ما بعدها فضيحه يعني. المهم دي كان الغدا بتاعنا زي ما قلت لكم، الملوخيه الله اكبر والسمك المكاريل، وعملت شويه سلطه جنبيها زي الفل قوي كده، واتغدينا والحمد لله. نشوف حاجه تاني بقى. المهم الليمون هنا، عايزه اقول لك بقى الليمون طبعا ناشف دلوقتي فرخم، فما بتاخديش منه ميه حلوه. بعمل ايه؟ بدعكه كده بايدي، بدحرجه كده بايدي، واحاول ان انا بصباعي كده ان انا اضغطه زي ما انتم شايفين، بيطلع شويه ميه حلوين يعني، بيجيب ميته كلها بمعنى اصح. كمان طبعا الكميه السمك الحلوين دول اخدوا مننا كام ليمون شويه محترمين. هنسيبهم في حالهم؟ لا طبعا، بحوشهم واركنهم في الفريزر شويه كده لحد ما اجمع شويه حلوين كتير كده، ممكن كيس مليان، وبعد كده هنعمل بيه خلطه حلوه قوي ان شاء الله. الفيديوهات اللي جايه انتظروها كده، بس تعملوا اشتراك للقناه يعني عشان تعرفوا ايه اللي جاي جديد وايه اللي بنعمله باستمرار. تمام تمام. كنا الحمد لله اتغدينا وخلاص كده انا هغسل مواعين بقى عشان خلاص كنت تعبت وفصلت، فعايزه بقى اريح وانا مرتاحه نفسيا ان المطبخ خلص والغدا الحمد لله موجود لي يومين، ف مش هنعمل حاجه تاني بقى، والبيت متروق والدنيا تمام. فاحلى احساس في الدنيا وانتي رايقه كده ودماغك رايقه ومش شايله هم بقى اكل ولا مواعين ولا الدنيا دي، لا لا لا، خلاص خلصنا اليوم بمعنى اصح. احلى احساس بعد الساعه 3 4 دي تكوني خلصتي كل حاجه، يبقى شكرا باقي اليوم بتاعك، انتي ملكه يومك بمعنى اصح. صراحه اليوم اللي بصحى فيه متاخر بحس ان هو يعني يوم ضايع، انا نفسي ضايعه، اللي هو ما مش عارفه اروح فين واجي منين، بتجري حوالين نفسك كده زي الفرخه الدايخه بالظبط. المهم كنت غسلت كده وتمام، وابتديت بقى احساس شكل الرغاوي دي حلو قوي يعني، مريح للنفسيه كده. هخلصهم بقى ونرجع لكم تاني. كده كنت شطفت بقى المواعين اللي عملتها وخلصت وتمام، قلت هكنس المطبخ كمان معايا بالمره وهمسحه. فانا طبعا انا وبعمل كده، هي دي اللقطه اللي خدتها وشكرا. بعد كده التليفون عملها الحمد لله وفصل. تمام تمام. بالليل بقى جينا لفقرة العشاء، فالحمد لله كان عشاء خفيف لطيف كده، فطير سخن موحوح كده وطري وحلو، وعسل بقى ومربى والايس كريم. ايس كريم بقى في الحر اللي احنا فيه دوت، حاجة طري كده على القلب شوية. الحمد لله كده قضي اليوم بتاعنا والحمد لله مشي على خير. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وتشجعتوا بيه واستفدتوا حاجة، وبجد يعني اتمنى منكم لايك والاشتراك في القناة. باي باي.